في الفيديو ده هنشوف باجرانجي الشاب الهندي وهو حرفيا بيضحي بكل حاجة في حياته عشان يرجع البنت دي لأهلها في باكستان، والصعب إنها مريضة ومش بتعرف تتكلم، والمستحيل بقى إنه يعرف يعدي بيها الحدود من الهند لباكستان. هنشوفه وهو بيحارب حكومة بلده وبينصر الإنسانية على عقيدته، وبيدافع عن البنت دي بكل قوته. لكن اللي حصل له في النهاية كان صعب جدا على أي حد. صلي على النبي كده في قلبك واعمل لايك للفيديو واشترك في القناة، ويلا بينا نبدأ. البنوتة القمر دي عندها 6 سنين واسمها شاهدة، بس بلاش تستغربوا من اسمها لأنها من عيلة باكستانية مسلمة، ولأن الرياضة المحبوبة هناك في الوقت ده هي لعبة الكريكت، وكان أحسن لاعب فيها اسمه شاهد. ومامتها لما كانت حامل فيها قالت لو ولد هتسميه شاهد، ولو بنت يبقى نحط الته المربوطة وسميتها شاهدة. بس البنت دي عندها مشكلة صغيرة، وهي إنها ما بتعرفش تتكلم، لكن بتسمع وبتفهم اللي حواليها كويس قوي. ده باباها رؤوف راعي غنم، ودول بقى ولادها وهي بتحبهم جدا. وهي بتلعب بابا قال لها تروح هي على البيت وهو هيجيب ولادها ويحصلها، لكن وهي مروحة وبتلعب باللعبة بتاعتها اللعبة اتكسرت وفضلت تجري وراها واتكعبلت ووقعت. ومامتها لما قلقت عليها سألت باباها عنها وعرفوا إنها اختفت، وبدأوا يدوروا عليها في كل مكان ويلفوا ويدوروا لحد ما لقوها، والحمد لله ما حصلهاش أي حاجة. وجدها والعيلة كلها اتفقوا إنها لازم تروح لمقام الوالي نظام الدين في مدينة دلهي في الهند عشان ياخدوا البركة منه وتعرف تتكلم زي كل اللي في سنها. لكن بابا مش هيعرف يروح الهند لأنه خدم في الجيش الأمريكي 5 سنين، والهنود مش هيدوله التأشيرة. ومامتها قررت إن هي اللي تاخدها وتروح عشان تعرف تتكلم وتروح المدرسة زي بقية الأطفال. وباباها باع الغنم عشان تمن التأشيرة، وسافرت هي ومامتها وودعت باباها. ولما وصلوا عجبتها الأساور دي قوي ومامتها اشترتها لها، ودخلوا عند المقام ومامتها بقت بتدعي لها وبتعيط قوي. وخلصوا يومهم عادي جدا، وهم مروحين القطر اتعطل عشان كان فيه إصلاحات وكلهم ناموا، واللي صحى شاهدة فقالت أما تلعب معاه شوية. وبصت من الشباك لقت خروف صغير، وهي عشان بتحبهم جدا فنزلت تلعب معاه. لكن بعد شوية القطر اتحرك وسابها ومشي، وفضلت تشاور لمامتها لكن طبعا كانت نايمة، ووقفت وفضلت تعيط ومش عارفة تعمل ايه. وجي قطر تاني وراه ووقف وركبت فيه، لكنه مش عكس الاتجاه ومعرفتش تنزل منه. ولما مامتها صحيت اتخضت عليها جامد، ودورت في القطر كله لكنها طبعا مش لاقياها. ووقفت القطر بس بعد ما عدى الحدود ومعرفتش ترجع تاني عشان تدور عليها. मेरी बच्ची बेजुबान है बिल्कुल अकेली है अनजान मुल्क में शाहिदा शाहिदा وباباها وجدها عرفوا باللي حصل، وجدها قال أكيد ربنا هيبعت لها واحد في الهند هيخلي باله منها. وشاهدة كانت نامت من التعب، ولما صحت من النوم لقت احتفال كبير قوي، ولقت الشخص الجميل ده. चल बेटा सेल्फी ले ले रे ولما الاحتفال خلص مشيت وراه، ولما شافها صعبت عليه لأنها كان باين عليها العطش والجوع، وطلب لها رغيف عيش لكن هي كانت عاوزة 2. وبدأ يسألها عن اسمها ويقترح أسامي عليها، لكنه ما عرفهوش في الآخر، وقال لها قولي لحد ما تشبعي وسابها ومشي. لكن برضه ما سابتوش ومشيت وراه، وكان مفكرها عاوزة فلوس وقال لها اقعدي هنا لحد ما أهلك يجولك أكيد بيدوروا عليكي، وسابها ومشي برضه. لكن المرة دي ركب الأتوبيس، ولما شافها ما جالوش قلب يسيبها تاني، وقف الأتوبيس وخدها معاه وراحوا قسم الشرطة لكنهم رفضوا يستلموها. وخلاص قرر إنها تفضل معاه لحد ما يلاقي باباها ومامتها. وهما في الأتوبيس بدأ يقول لها أسامي مدن ولو بيتها في واحدة منهم تعمل كده. وكل اللي في الأتوبيس بقوا بيقولوا أسامي مدن هما كمان. وبالصدفة لقى واحد من المدينة بتاعته وقال له إن هو مش عايش فيها، وقرر إنه يحكي لنا قصته. وبدأ يحكي وقال لنا إن اسمه باوان، لكنهم بينادوله ببجرانجي. وخلاصة حكايته إن هو كان فاشل في كل حاجة، في جدول الضرب وفي رياضة المصارعة لأنه كان بيغير من جسمه وهو بيصارع، وكمان فاشل في السياسة وفي الدراسة كمان، لدرجة إنه سقط 10 مرات في آخر سنة في الثانوية. وبابا قال له يغش لكنه كان متدين وكان بيفضل السقوط على إنه يغش.
لحد ما المعجزة حصلت ونجح، ولما بلغ باباه بخبر نجاحه باباه اتصدم ومات. وكانت وصية باباه إنه يروح لواحد صاحبه عايش في مدينة دلهي علشان يشتغل هناك، وهو في الأتوبيس قابل بنت جميلة جدا وكان ليها باقي فلوس بس ما كانش فيه فكة، وعشان هو متدين كان لازم هي تاخد حقها وهو ياخد حقه. ولما فك الفلوس لقاها اختفت ومشيت، ووصل لمكان فيه ناس بتلعب رياضة المصارعة، وبقى بيوجه الراجل ازاي يلعب لحد ما الراجل ده كسب، والكل كان فرحان بيه لحد ما ظهرت البنت اللي كانت معاه في الأتوبيس وقالت إن هو مشي وراها لحد هنا وكان هياكل علقة، لكن الراجل ده طلع صاحب باباه، والبنت دي تبقى بنته واسمها راسيكا. وقعد وأكل معاهم، وصاحب باباه قال له يبقى يروح المدرسة مع راسيكا ويشوف شغل هناك، وراح فعلا واشتغل وعاش معاهم أجمل أيام حياته. لحد ما جه عريس لراسيكا حبيبته، لكن هي قالت لباباها إنها عاوزاه هو، وباباها قال له إنه قدامه 6 شهور يشتري شقة وعفش، ولو يوم هيتأخر ما يشوفش منه وش وهيشوف عريس غيره. وبس هي دي كانت حكايته. ووصلوا البيت وحكى لهم عن شاهدة، لكن صاحب باباه قال له يفكر في نفسه بقى عشان جوازه من راسيكا، ولو مش هيقدر يقول من دلوقت عشان ما يضيعش وقتهم. وبوان وهو بيفكر مع راسيكا قال إن هو متأكد إنها مش يتيمة وإن ليها أب وأم وهما بيدوروا عليها دلوقتي، وقرروا إنهم يسموها موني. وطبعا الأكل بتاعهم ما كانش عاجب شاهدة خالص وما أكلتش، وهي بتغسل إيدها شمت ريحة أكل هي بتحبه قوي وجريت عليه، وكلهم بقوا بيدوروا عليها في كل مكان لحد ما لقوها عند جيرانهم المسلمين زي الفل بتاكل فراخ. وبوان لما شافها بقى عاوز يخرجها بأي طريقة عشان مسألة اختلاف الأديان، ولما عرف إنها بتحب الفراخ وداها مطعم وطلب لها فراخ كتير قوي. وهما ماشيين لقت الأساور اللي بتحبها وخدت لها واحدة، لكن بوان قال لها إن دي سرقة وإنهم لازم يعتذروا للآلهة. وهم عند الآلهة شاهدة لقت مسجد زي اللي دخلته مع مامتها، ودخلت ولبست الحجاب زي مامتها كانت بتعمل ورفعت إيديها لربنا. بوان وراسيكا بعد ما شافوها كده عرفوا إنها مسلمة، ودي كانت مشكلة كبيرة طبعًا بالنسبة لهم، لكن بالرغم من كده ما سابوهاش وكانت فرحانة أوي، أوي. وبوان وراسيكا قرروا إنهم ما يقولوش لباباها إنها مسلمة عشان ما يطردهاش، وفي نفس الوقت كان في مباراة بين باكستان والهند، وطبعًا شاهدة هتشجع باكستان. ولما بوان سألها إنها من باكستان قالت له. وأبو راسيكا اتضايق أوي من بوان وقال له إنه مش طايق وجودها بسبب المشاكل اللي بين باكستان والهند، وقال له كمان يوديها السفارة الباكستانية وهم هناك يوصلوها لأهلها. وفعلا خدها بوان لكنه معرفش يدخلها هناك من غير جواز سفر، وحصلت خناقة كبيرة هناك وبسببها السفارة اتقفلت شهر. وقرروا بعدها إنهم يروحوا مكتب سفريات هيوفر لهم كل المطلوب، لكن الموظف قال لهم إنه ما بيعملش تأشيرات لباكستان بسبب الظروف. ولما قاموا عشان يمشوا الموظف قال لبوان إن في طريقة تانية بس هتحتاج لفلوس حوالي كده 150,000. وراسيكا جابت الفلوس بتاعة جوازهم وادتها لبوان، وراحوا تاني لمكتب سفريات، بس شاهدة كانت خايفة قوي ومش عاوزة تروح مع الموظف ده، لكن بوان مرضاش وقال لها إنه في مشاكل كتير من ساعة ما شافها، وسابها ومشي. وهو ماشي شاف الأساور اللي كانت عاوزاها فاشترى لها كام إسورة وفضل يمشي وراها عشان يلحقها ويديها لها. وأخيرا وصل للمكان اللي دخلت فيه وكان مكان شكله مش كويس، ودخل عليهم واكتشف إنهم نصابين، وبوان ضربهم جامد. وبالرغم إن بوان ما معهوش تأشيرة ولا جواز سفر ولا يعرف حد، قرر إن هو اللي يوصلها بنفسه لباباها ولمامتها. وبدأت الرحلة ولقوا راجل اسمه أبو علي هيوصلهم للحدود، وكان عاوز فلوس 25,000، لكن لما عرف إنها راجعة لأهلها صعبت عليه ووصلهم ببلاش. وفعلا الراجل ده نزلهم من نفق في الهند وطلعهم منه على حدود باكستان، لكن بوان مصمم إنهم ياخدوا الإذن الأول من الحراس. وفعلا الحراس وصلوا وبوان قال لهم على مشكلتهم، وقال لهم كمان على أبو علي والنفق، وخلّوهم يرجعوا تاني من نفق وردموه بالرمل، وقال لهم امشوا وإلا هيضربوهم بالنار. وعدّوا كمان مرّة من نفق تاني، ولمّا الحراس شافوهم ضربوا بوان، لكن القائد لمّا شاف شاهدة بتعيط صعبت عليه، وقال لهم روحوا مكان ما أنتم عاوزين، ولو شافهم تاني هيضربهم بالنار. لكن بوان ما اعتبرش ده إذن، ولو كانوا مشيوا هيعتبر ده ذنب، وفعلًا قدر ياخد الإذن من القائد إنهم يعدّوا، وقال لبوان لو أنت عبد للآلهة فعلًا وصّلها وارجع تاني، وبوان قال له ماشي. ووصلوا باكستان وراحوا مطعم وأكلوا، وشاهدة عجبها الكلبشات بتاعة الشرطي أوي فخدتها، والشرطي جري وراهم واكتشف إنها في شنطتها، وعرف كمان إن بوان ما معهوش جواز سفر واعتقلهم. والصحفي حقق معاهم وتقريبا كده بوان بوظ الدنيا خالص وبقى جاسوس هندي. والشرطي بيحقق مع بوان
شاهدة شافت صورة شبه القرية بتاعتهم على النتيجة، وبوان قال لها تعرفي المكان ده؟ قالت له آه. لكن الشرطي ما صدقش قصتهم وما صدقش إنها ما بتعرفش تتكلم، ومسكها من بقها جامد. وبوان ضربه وضرب كل اللي موجودين، وهي طبعا كانت بتشجعه، وهربوا من قسم الشرطة وجريوا وركبوا أتوبيس. وبوان حكى قصتهم للكمساري ووراه الصورة، بس محدش في الأتوبيس كله عارف المكان ده. والصحفي قرر إنه يساعدهم واستخبوا فوق الأتوبيس عشان الشرطة هتيجي تدور عليهم، وهربوا ووصلوا المسجد وناموا فيه. ولما صحيوا وبوان عرف إن هو مسجد، طلع يجري وقعد بره، لكن الشيخ قال له إن المسجد مفتوح لكل الناس مش بس المسلمين، والشيخ بدأ يساعدهم هو كمان. وراسيكا بلغت باباها إن بوان راح يوصل موني لباكستان من غير جواز سفر ولا تأشيرة، وكان متضايق جدا. ولما الشرطة وصلت للمسجد، الشيخ قال لهم إن مفيش حد غريب في بيت ربنا، وقالوا له لو شفت الجاسوس ده بلغنا، فقال لهم ماشي. وبوان والصحفي لبسوا عباية وبرقع عشان محدش يعرفهم، والشيخ وصلهم وشكر بوان على اللي عمله مع البنت دي وسابهم ومشي. الصحفي بعدها وقعهم في مشكلة وخلاهم يركبوا مع المفتش المسؤول عن المنطقة، لكنه الحمد لله معرفهمش. وفي نفس الوقت ده الشرطة كانت قبضت على كامل صاحب الصحفي، وكانوا عاوزينه يتصل عليهم عشان يعرف مكانهم، لكن التليفون كان مقفول. ولما المفتش وصل للقسم بتاعه، خلى جندي حسن يوصلهم للمكان اللي عاوزينه. وبعد ما وصلهم، المفتش اكتشف ان هم المطلوبين، لكن الوقت كان اتأخر وكانوا هربوا خلاص. وفضلوا يمشوا ويلفوا عشان يوصلوا لمنطقة اسمها خانيوال اللي المفروض فيها بيت شاهدة، لكن للأسف بيتها ما كانش هناك. وبوان كان عاوز يسلم نفسه ويسلمها للشرطة وهم يدوروا على أهلها، لكن الصحفي قال له الشرطة هتدور يومين وبعد كده هتوديها لدار الأيتام، وإن الحل الوحيد هو الإعلام. وبعد اتصالات كتير الإعلام رفض هو كمان، وقرروا إنهم يروحوا مقام حضرة أمين شاه علشان يتحقق لهم اللي بيتمنوه. وطبعا الشرطة عرفت إنهم رايحين هناك بعد ما الصحفي رد على التليفون. ولما راحوا، الصحفي بدأ يحكي قصتهم قدام الكاميرا، وطلب من الناس إنها تساعدهم وتقف جنبهم، ورفع الفيديو على اليوتيوب عشان الناس تشوفه. وفي نفس الوقت الشرطة كانت وصلت، لكنهم قدروا يهربوا قبل ما يشوفوهم. والصحفي رد على صاحبه وقال له إن هم راحوا مكان تاني عشان يتوهوا. وهما بيتفرجوا على الفيديو اللي الصحفي نشره، شاهدة شافت مامتها في الفيديو وكانت نازلة من أتوبيس. وبوان والصحفي سألوا السواق على المكان اللي جاي منه الأتوبيس ده، وأخيرا كان جاي من قرية اسمها سلطان بور. وبوان سألها بيتك في القرية دي؟ قالت له أيوة. وشاهدة كانت فرحانة وبوان كان فرحان أكتر. وهما في الطريق كانت الشرطة بتفتش كل العربيات، وبوان قرر إنه يشغلهم لحد ما الصحفي يوصل شاهدة لبيتها. وأخيرا وصلت. क्योंकि तू धड़कन मैं दिल وفي وسط فرحتهم سمعوا صوت ضرب النار، وكان على بوان، بس الحمد لله ما كانش مات. والفيديو اتنشر والموضوع كبر قوي، والصحافة كمان بدأت تكتب عنه، لكن الشرطة مصممة إن هو جاسوس. وبدأوا في تعذيب بوان وضربوه جامد لحد ما الضابط عرف إن هو بريء، وقرر إنه يرجعه بلده تاني حتى لو هيخسر شغله. والضابط طلب من الصحفي طلب حلو جدا، إنه ينشر فيديو تاني ويقول فيه للناس من الهند ومن باكستان إنهم ينزلوا ويروحوا على الحدود عشان يساعدوا بوان إنه يرجع بلده تاني. وفعلا تاني يوم الناس كلها اتجمعت، وبوان بيودع الصحفي، وأخيرا عرف إن اسمها شاهدة، وكان فرحان قوي إنها رجعت لباباها ومامتها. والناس كلها هجمت على البوابات وفتحوها عشان بوان يعدي الحدود، بس شاهدة كانت عاوزة تسلم عليه وتقول له حاجة، وفضلت تشاور له لكنه ما كانش واخد باله منها لحد ما ندهت عليه. تخيلوا كده، بالرغم من اختلاف الأديان وبالرغم من مشاكل البلاد مع بعضها، في ناس زي بوان كده بتفضل متمسكة بمبادئها وإيمانها. وانت ممكن تعمل لايك، ممكن تعمل اشتراك، ممكن كمان تكتب لنا كومنت جميل. واشوفكم الفيديو الجاي مع فيلم جديد، وسلام. क्योंकि तू धड़कन